البنات جربوا هاد البيتزا، راه دغيا كتوجد وبواحد العجين اللي كيجي رطب وفي نفس الوقت دغيا كيخمر. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي رطبه. ومكونات العجين عندي هنا جبانيه ديال الفينو مع جبانيه ديال الدقيق الابيض. غادي ناخذ منهم شويه من فينو وشويه من الدقيق الابيض، وغادي نزيد ليهم معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وغادي نخلطهم بكاس كبير ديال الماء اللي يكون دافي. صافي غادي نخلط هاد المكونات وغادي نخليهم حتى كيخمروا. هذا هو السر باش تجيكم العجينه رطبه، والمره الثانيه فاش غتخمر العجينه دغيا كتخمر. صافي غادي نضيف ليها معلقه كبيره ديال الزعتر وشويه ديال الملحه ونص كاس ديال العنبه مخلط بين الزبده دايبه والزيت. صافي غادي نضيف اللي باقي ليا من الدقيق وفينو ونخلطهم مزيان. انا هنا البنات مقطعش لكم الفيديو باش تشوفوني كيفاش دلكتها. كيبقى عندكم هكا فينو باين، يعني حاولوا تدلكوها مزيان، غير تخلطوها هكا بايديكم حتى ما كيبقاش باين عندكم فينو، حتى كتحصلوا على هذا الشكل هذا العجينه اللي كتكون رطبه. صافي غادي تخلوها حتى كتخمر، راه واحد 10 ديال الدقائق كتكون خمرات، غير غطيوها مزيان. صافي عندي هنا مقيله ضفت فيها شويه ديال الزيت وعندي الفلفله وشويه ديال الملحه، وغادي نخليها حتى كتشحر. في نفس المقله عاوتاني ضفت شويه ديال الزيت، البصله ومليحه، وغنخلي هاد البصله حتى هي حتى كتشحر. واهم حاجه البنات هاد لاصوص هادي كتجي بنينه وما كتجيش حامضه، غادي تجربوه غادي تعجبكم. المهم في واحد الكاسرونه غادي نضيف جوج حبات ديال المطيشه خليتهم هكا بالقشره ديالهم، وغادي نضيف 3 الحبات ديال الجزر ومعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحك وجوج معالق ديال زيت الزيتون وشويه ديال الملحه، ونخليهم حتى كيتشحروا. عاد غادي نضيف لهم كاس ديال الماء ونخلي هاد الجزر حتى كيطيب وكنطحنها، وها لاصوص واجده. صافي هنا العجينه راه خمرات، انا شكلتها بهذا الشكل يعني على هاد القد هذا. صافي غادي نضيف لاصوص هي الاولى. اول حاجه تقبوها مزيان هاد العجينه، عاد ضيفوا لاصوص وعاد البصله وعاد الفلفله من بعد. صافي انا هنا عندي البنات لاطاند اللي شحرته توا بنفس الطريقه، يعني شويه ديال الملحه شويه ديال الزيت وخليته حتى تشحر، غير كفته ديال لاطاند. ممكن تضيفوا الطون كفته ديال اللحم اللي بغيتو، ونطيبها في الران اللي يكون سخون شعل من الفوق ومن التحت حتى كطيب نص طيبه. بالنسبه لباقي العجين انا غادي نشكلو بيزات صغار وغنحتفظ بهم بهذا الشكل. شوفوا العجينه كتجي رطبه وكتجي هكا رقيقه. صافي من بعد ما طابت البيتزا نص طيبه غادي نضيف الفرماج والزيتون ونرجعها للفران حتى كيذوب الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا، كتجي رائعه البنات. صراحه هاد العجينه هادي غادي تجربوها وغادي تعجبكم. يعني انا جربت بزاف ديال العجينه، كل مره شنو تيكون عندي اللبن تيكون عندي دار المسوس، هادي ما كان عندي والو وجربتها بهذه الطريقه. صراحه جات زوينه بزاف ورطبه. وصلنا النهايه ديال الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده.